اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصباحكم دايما يا رب خير في خير. النهارده بقى هننزل جولة كده في السوق، نشوف الأسعار ونشوف كمان الخضار. هسيبكم في الجولة دي وهنرجع بعد ما نخلص نشوف بقى اشترينا ايه من السوق. بكام الوراك والأجنحة؟ الوراك والأجنحة بكام؟ والبانيه عامل كام النهارده؟ البانيه عامل كام النهارده؟ كنت ببيع التلاتة ب10 صغيرين هم. ما الفرشة دي بكام؟ زي دي دول التلاتة مع بعض؟ زي ده ولا كنا بناخد. دول التلاتة مع بعض؟ بكام؟ بقول لك كده ولا سنة. أي حد تكلميه يقول لك كام؟ تقولي كام زي كام ده؟ قلت من 15 سنة. المهم يلا ما عندكش الكيس بتاع الكريمة؟ بكام؟ بكام السمك البلطي؟ البلطي بكام؟ صغير اللي هناك ده 45. صغير اللي هناك ده كام؟ رمضان
طبق البيض بكام؟ طبق البيض بكام؟ طبق البيض بكام الابيض؟ 82 ونص. شكرا. بكام؟ اللي بعده كنت حمام بكام؟ 16. اللي بعده حد عايز حاجه اجيب. خد 22 من 50 ل 30. يعني اجيب لك حاجه؟ ثواني بس. فهمت ايه؟ ها؟ ايوه هات لي ب5 جنيه فحم. الرجاله دي من محمد. النص دي بكام؟ عدي. ها عدي. 5 فحم من هنا. من المكعبات ده. وهات نص لسان عصفور. ايه؟ والناس دي كده بيجي كم دول؟ هذا واحد. 5 ونص لسان عصفور؟ مش عايزه اللي حبايته طويله. رجعت لكم تاني. خلصنا جولتنا في السوق ورجعنا البيت، الحمد لله على سلامتنا. اخدنا نفسنا وقعدنا شوية وبعدين طلعنا الخضار بتاعنا. النهاردة بقى جبنا خضار الاسبوع ان شاء الله، يعني حاجة كده كانت فاخر من الاخر. شوية خضار عظمة عظمة عظمة، كان شكله بصراحة يفتح النفس. وطبعا زي ما انتوا عارفين مفيش سعر بيفضل على حاله، في اسعار بتنزل شوية صغيرة وفي اسعار بتفضل زي ما هي ثابتة، بس الغالب ان الاسعار دايما في زيادة، سواء كانت عند العلافة، سواء كانت عند الفاكهة، سواء كانت عند الخضار. بصراحة في حاجات زادت بقت اوفر قوي، لكن الحمد لله. تعالوا بقى نشوف كده اشترينا ايه بقى. خلاص خدنا نفسنا، يلا بينا. اول حاجة طبعا لما دخلت السوق ولقيتها كده قالت لي بسرعة تعالي اشتريني يا رنوشة، هي الفراولة. الفراولة انا بحبها جدا، كانت الاسبوع اللي فات ب18 وب20 جنيه، النهاردة رحت لقيتها ب15 جنيه. حلوة جدا ومليانة فيتامين سي، بس خدي بالك من الاملاح اللي فيها فما نكترش منها. وعندي هنا البرتقان ده برتقان بسرة، حجمه صغير شوية. تمام. البرتقان ده الكيلو بتاعه كان ب5 جنيه. وطبعا الخس بتاع الشتا ده بقى جميل جدا، حاجة كده مفيدة ومنتهى الجمال، وكان أخضر وجميل. أنا اشتريت 3 خصات ب5، وخدت كمان واحدة من الراجل كده على البيع. بصوا، عايزة أقول لكم إن في ناس أصلا بتاخد الورق بتاع الخس ده وبيعملوه محشي، بيبقى حاجة كده طعمة وحلوة حلاوة ما اقولكوش. اشترينا ايه كمان يا رنوشة؟ انا في الفيديو وريتكم ابو اسماء اللي بشتري منه الخضرة. ابو اسماء ده راجل طيب، بيبيع ال3 حزم من الخضرة ب2 جنيه. كل اللي في السوق بيبيعوا الحزمة بجنيه الا هو، حتى بتلاقي عنده زحمة بقى. انا اشتريت هنا 6 حزم، 2 كزبرة و2 شبت و2 بقدونس. قلت هخليهم بقى واحطهم في الديب فريزر، اي وقت عايز اعمل محشي او اي اكلة ما تقفش بقى على الكزبرة.
ما تقفش على الخضرة كمان. زي الفل. اشتريت ايه كمان يا رنوشة؟ الفاصوليا الخضرا في السوق بصراحة جميلة جدا، يعني لونها اخضر وكمان طعمها مسكر وحلوة جدا في الطبيخ اليومين دول. انا اشتريت كيلو من الفاصوليا الخضراء، الكيلو ده انا اشتريته ب10 جنيه، وفي كانت ب8، بس بصراحة ما عجبتنيش قوي. دي كانت صبحة كده وجميلة. انا اشتريت كيلو على نصين، يعني الكيس ده نص، وادي الكيس التاني كمان اهو، النص التاني اهو. هفرزه برضو واحطه في الفريزر، اي وقت هطلعه، ده لو ما استخدمتهوش خلال الاسبوع يعني. انا بجهز الخضار بتاعي وبحطه في الفريزر، حتى لما باجي بستخدمه بيبقى سهل جدا في استخدامه. يا دوب بتدخلي المطبخ بتخلصي شوية حاجات كده وتلاقي نفسك خلصت الغدا وخلصت الاكل كله، ما خدش منك دقايق. اشتريت ايه كمان يا رنوشة؟ طبعا البتنجان في السوق بصراحة كان جميل جدا، وانا بحب البتنجان اللي بيلمع ده. بصوا اللمعة دي، اللمعة دي بقى بتقول للبتنجان بصراحة ان هو تحفة جدا. بصوا البتنجان ده انا اشتريته الكيلو ونص ب10 جنيه، بس بصراحة كان حلو قوي. اشترينا ايه كمان؟ طبعا الطماطم، والطماطم دي زي ما بيقولوا عليها مجنونة يا قوطة، كل يوم بسعر وكل يوم بحال. مرة تلاقيها ب5، ومرة تلاقيها كيلو ونص ب10، والنهاردة كانت ب8 جنيه. انا بصراحة الطماطم دي جايباها كيلو ونص ب10، كانت حمرا زي ما انتوا شايفين، وكمان فيها الجامد اللي بينفع للسلطة. مفيش مرة انزل السوق الا لازم اشتري البطاطا، بصراحة تبقى طعمها في الوقت ده مسكرة وجميلة جدا. البطاطا دي انا جايباها ب4 جنيه، جبت كيلو وربع ب5 جنيه. ان شاء الله هتبقى مسكرة وهنعملها مع بعض كده وصفة جميلة. ايه كمان؟ طبعا الدقيق ما بيتقطعش زي ما قلت لكم من البيت، قبل ما بيخلص اللي انا جايباه قبل كده بكون جايبه تاني، بخليه بقى لاي حاجه. عملت بشاميل، عملت وصفه جت في دماغي، عملت اي حاجه، على طول بيبقى الدقيق موجود، مفيش حاجه معطلاني. البطاطس، البطاطس دي انا جايباها كيلو ونص ب10، وفي منها دلوقتي ب8، بس انا فصلت مع الراجل بصراحه وخدتها كيلو ونص ب10. كان لسه الصبح بقى وبينزل الحاجات بتاعته. وعايزه اقول لكم ان البطاطس اللي فيها الجزء الاحمر ده، دي بتاخديها للتحمير وانتي مغمضه عينيك. واشتريت كمان بطاطس رفيعه منه، كان لسه برضو بيعمل فيها، بس دول انا خدتهم شروه بقى على بعض. اشتريت منه ال3 كيلو ب10، ودول كانوا عاملين تقريبا 3 كيلو، اخدتهم منه. بس بصوا حجمها صغير، تنفع بقى تسلقيها، اهي كانت جميله جدا. طبعا البيت ما بيخلاش من البطاطس. ودي فرخة صغيرة انا جبتها، لقيتها موجودة كده حجم صغير، انا ما بصدق الاقي بقى فراخ كده عند الراجل صغيرة تنفع للشوي. هنعمل مع بعض كده في الاسبوع ده ان شاء الله فراخ مشوية، فانا هبدأ اتبلها واخليها واحطها في التلاجة. واشتريت كمان ايه البتاع ده كمان، البتاع دي عجباني جدا جدا. بصوا يعني حاجة كده صغيرة، بس بستخدمها كذا استخدام. يعني انا ممكن هنا بستخدمها مقشرة، وبستخدمها كمان انها بتجيب لي شيبسي، وهنا بقى بستخدمها كمان ان هي بتقطع مشرشر لللفت والبطاطس، وكمان بتبشر وبتعملي البشر، سواء كان بشر ناعم او بشر خشن. يعني بصراحة حاجة كده عفريتة زي ما بيقولوا. كانت عجباني جدا جدا، وب7 جنيه ونص يا بلاش. بس واشتريت دي كمان، لان النشابة اللي عندي اللي انا بعمل بيها لقيتها لقيتها شكلها بقى قديم كده ومش عاجباني. اشتريت واحدة جديدة حلوة جدا وب12 جنيه ونص. دي البطاطس اللي قلتلكوا عليها، وادي البطاطا، وادي الفراولة والفراخ والدقيق طبعا، وادي الطماطم والبتنجان والخضرة بتاعتي. كل دي الحاجات اللي احنا اشتريناها مع بعض من السوق. بصراحة جولتنا كانت الحمد لله الحمد لله موفقين فيها.
اشترينا حاجات جميلة، والأسعار كانت إلى حد ما كويسة. غير طبعا أنا بتكلمش عن العلافة، أسعار العلافة دي حاجة تانية خالص. بصوا الطماطم بصراحة اللي كانت جميلة جدا. هنبدأ بقى نشيل الخضار بتاعنا، اللي عايز يتحط في التلاجة هنحطه ونظبطه، واللي عايز يتنضف طبعا الأول هننضفه، واللي عايز يتفرز هنفرزه، ونظبط كل الدنيا دي. وده بنجر، انا نسيت اقول لكم على البنجر ده. البنجر ده بقى جميل جدا. احنا البنجر والفراولة والبرتقال عملنا بيهم العصير بتاع الانيميا، وهسيب لكم الرابط في صندوق الوصف. بصوا البنجر مع الفراولة مع البرتقال بصراحة بيعملوا لي التلاتة عصير في منتهى الجمال. البنجر معروف انه فيه حديد، هو والبتنجان كمان اهو. وعندنا الفراولة والبرتقال فيهم كمان فيتامين سي، وفيتامين سي بيساعد على امتصاص الحديد اللي موجود في البنجر. فبصراحة العصير ده حاجة كده جميل جدا. طيب احنا هنا نضفنا بقى الخس بتاعنا، والخس بتاعنا انا بدأت بيه اول حاجة، لان انا باخد الورق ده، انا زي ما قلت لكم ان في ناس بتاخد الورق ده وبتعمله محشي، حاجة كده بتبقى جميلة. الناس اللي متعودة على طعمه طبعا بيبقوا بيحبوه، بيبقى جميل جدا في الاكل. والناس اللي مش متعودة عليه خلاص مفيش مشكلة خالص. انا هنا باخد الورق وبنضف كل حاجة، كل حاجة مش عجباني كده بشيلها على طول. بصوا اي ورقة مش عجباني بشيلها. وبعدين باخد كل ده واحطه بقى في مية بشوية خل، واسيبه انقعه في المية دي شوية علشان يقضي على اي جراثيم واي وساخة واي تراب كده موجود فيه. طب والورق ده يا رنوشة هنرميه؟ لا طبعا، احنا بنرميش حاجة وانتوا عارفين. يلا بينا بقى. بصوا على الورق ده انا هعمل بيه ايه. زي ما قلت لكم في ناس بتعمله محشي، لكن انا بصراحة مش هعمله محشي. انا هلمه كده، هلم الورق كله. ايوه بس. والسكينة بقى يا ست الكل، وهقطعه، هحاول على قد ما اقدر اقطعه رفيع جدا اهي. بصوا وسع يا ستي شوية. تمام التمام. يلا يا رنوش بقطعه كده على قد ما اقدر يكون رفيع. طب انت هتقطعيه كده هتعملي بيه ايه؟ هتشوفي دلوقتي ده نصيب مين. بس بحاول كده على قد ما اقدر زي ما قلت لكم ان هو يكون رفيع. بس خدهم في طبق. يلا بينا نشوف هنروح بيهم على فين. كل حاجة وليها نصيبها كمان. يلا بينا. بصوا يلا يا رنوش. هنروح بقى لاصحابي وحبايبي. الحمام بتاعي بيحب ورق الخاص جدا جدا. بصوا اول ما حطيته بيبدأوا ياكلوا فيه وبيحبوه جدا جدا. وبكده خلصت جولتنا في السوق. ما تنسوش الاشتراك في القناة. مع السلامة.